الخبر تيفي، للخبر بقية. إليكم مشاهدينا أهم عناوين أخبار اليوم. من أجل إعادة بيعه بأسعار مرتفعة، مغاربة يقبلون على شراء كميات كبيرة من الحليب المعقم من الأسواق الكبرى. الجزائر تشن حملة مسعورة على المغرب وتتهمه بإفشال القمة العربية. المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر اللايك ليصلك آخر الأخبار المغربية. من أجل إعادة بيعه بأسعار مرتفعة، مغاربة يقبلون على شراء كميات كبيرة من الحليب المعقم من الأسواق الكبرى، في محاولة منهم لاستغلال الظرفية الصعبة التي تمر منها سلسلة إنتاج الحليب بالمغرب، والتي تعرف تراجعا في العرض يقدر بنحو 30%. شرع مجموعة من تجار الأزمات في محاولة تجميع كميات كبيرة من الحليب المعقم من داخل الأسواق التجارية الكبرى، حيث لوحظ بالملموس الإقبال المكثف على هذه المادة في الآونة الأخيرة. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المضاربين يعملون حاليا على تخزين الحليب المحصل عليه تحسبا لتواصل تراجع الإنتاج مستقبلا، وبالتالي حدوث قفزة في الأسعار، ليعملوا عندها على طرح الكميات التي تحصلوا عليها وبهامش ربح كبير هذه المرة. وللإشارة، فإن المساحات الكبرى بدأت تمنع مؤخرا حصول أي زبون على أزيد من علبة حليب واحدة، في إجراء تهدف منه إلى التضييق على المضاربين. الجزائر تشن حملة مسعورة على المغرب وتتهمه بإفشال القمة العربية. كما كان متوقعا، سارع نظام الكبرنات الحاكم للجزائر إلى شن حملة إعلامية شرسة ضد المغرب عبر أبواقه المأجورة، حيث وجه إليه اتهامات مباشرة لتبرير الفشل الذريع الذي عرفته القمة العربية التي نظمت قبل أيام بالجارة الشرقية. وبدل أن يعترف الكبرانات بفشل هذه القمة على جميع الأصعدة بدليل مقاطعة جل ملوك وقادة الدول العربية لهذه الدورة التي نظمت في الجزائر لأسباب مرتبطة أساسا بسعي الجارة الشرقية لخدمة الأجندة التوسعية لكل من تركيا وإيران في المنطقة المغاربية والخليج، بادروا إلى اتهام المغرب بالتشويش على هذه القمة بهدف نسفها. وارتباطا بما جرى ذكره، نشرت وكالة الأنباء الجزائرية رسمية مقالا عنونته ب"عندما يسوق بوريطة الوهم عن طريق التزوير المفضوح". أوضحت من خلاله أن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة اختلق فكرة دعوة الحوار التي وجهها الملك محمد السادس إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من أجل تبرير غيابه عن القمة. وأشارت الوكالة المذكورة إلى أن السلطات المغربية أكدت للجزائر وللجامعة العربية حضور محمد السادس للقمة العربية، موضحة أنها طلبت ترخيصا للطيران لفائدة 10 طائرات لنقل الملك محمد السادس ونجله والوفد المرافق، دون أن تقدم دليلا واحدا يكذب ما جاء في تصريحات بوريطة الذي قال إنه لم يتلقى أي رد بخصوص ترتيبات استقبال الملك. كما وجهت وكالة الكبرنات اتهامات أخرى للوزير المغربي بعدما وصفته بالكذاب والمزور، مشيرة إلى أنه أمضى معظم وقته في الجزائر متجولا في الأروقة بحثا عن صحفيي لترويج هرائه، دون أن تذكر سببا منطقيا واحدا كان وراء منع الوفد الإعلامي المغربي من حضور القمة. كما لم تذكر أي مبرر لمنع جل الوكالة الإعلامية العالمية من لقاء الوزير بوريطة، علما أن الخرجات الإعلامية المصورة لهذا الأخير لم تتعد حوارا واحدا مع قناة العربية. افتراءات وكالة الجزائر لم تتوقف عن هذا الحد، بل امتدت لاتهام بوريطة برفضه المشاركة رفقة نظرائه في النقاش البناء حول التحديات التي تواجه الدول والشعوب العربية وحول النظام العالمي الجديد في طور التكوين، وفق تعبيرها، ناسية أو بالأحرى متناسية أن الرجل كان حاضرا في جميع الاجتماعات، بدليل نجاحه في فرض اعتذار الجزائر بعد نشر خريطة المغرب مبتورة من صحرائه، وكذا حرصه على تضمين إدانة تدخل إيران في المنطقة في البيان الختامي للقمة. الخبر تيفي، للخبر بقية.